وخلينا نبدا مع بعض. انا جايب لك العلبتين، بص ديت اللي فيها استراب معدن ام اي 26، وهنا دي ارخص 7 استرابات ومعاهم ساعه هديه البيج شاحن وايرلس 7 ان 1. فخلينا الاول نخلي دي كده على جنب ونفتح دي كده مع بعض. اللون السيلفر ده كده شكل اللون السيلفر، بص. والسبع استرابات السيلفر او الاسود، يعني لو الساعه دي سودة نفس الاسترابات ما بتتغيرش، يعني احمر واللون الكريمي ده والاورنج والكحلي والابيض والاخضر والاسود، الاسترابات واحده ما بتتغيرش يا سيدي. ده اللون الاسود بتاعها، ده شكل اللون الاسود، فيها مسامير ولوك كل حاجه. نفتح بقى تاني واحده اللي هي الترا سي، برضو 7 استراب، وكاتب لك امر تسيبك من الكلام ده، وان هي بتشتغل بالبرنامج ده. بس لا، برضو المفروض ان دي استراب معدن. ده كده الاستراب المعدن، شايف شكله؟ ده الفرق. والاسترابات طبعا بتبقى مختلفه شويه. هنا عندك استراب قماش، استرابات واحده على فكره، برضو معانا اللون الاسود والسيلفر نفس الفكره بتاعت دي. الاستراب عندك الاستراب الاورنج ده، بص الشكل بتاعه عامل ازاي، جامد قوي. عندك الاستراب ده كمان سيليكون مضلع، وزيه الاورنج برضو مش حارمك من حاجه. ولو انت مش حابب المضلع عايز استراب سيليكون ساده، بص هو مش حارمك من اي حاجه. والاسود برضو في شكل تاني. فانت كده عندك السبع استرابات مختلفين قوي، برضو فيها لوك، فيها مسامير، سنسورات، فيها مايك، فيها سماعات، فيها زرار الاورنج، فيها كل حاجه. فخلينا نبدا على طول الفيديو زي ما احنا كده. ده السبع استراب معدن ودي السبع استراب العاديه. خلينا نشوف الفروقات بينهم كشكل. بص مفيش اي فرق، انا جايب لك حتى نفس اللون، نفس البقره، نفس كل حاجه، نفس الزرار، نفس مكان المايك، نفس الشكل. بص الظهر بس هو اللي مختلف في الساعه دي، الظهر بتاعها لونه ابيض، ولكن في برضه في لوك وفي مسامير عادي جدا. الخلفيات تعتبر واحده زي ما انت شايف كده، وتدخل على القايمه برضه، يعني هجيب لك القايمه الطوليه يعتبر واحده. خلينا مثلا نغير في الخلفيات، بنلف البقره كده، بص يعني بص مثلا حتى الخلفيات قريبين من بعض. خليني برضو اقول لك الستاير، بص اسحب كده، الستاير مختلفه شويه لكن يعني يعتبر نفس الفكره. فخلينا مره واحده كده ندخل على القايمه في الاثنين كده. بص ظاهره معاك كده تقريبا واحد، ولكن هتلاحظ هنا في اللي هي 7 استراب معدن ان العربي بتاعها بص يعني بيتقري مثلا ايه عادي. يعني بص دي كده مثلا الهاتف، سجل الهاتف، معدل ضربات القلب، دي واضحه شويه، آلة تصوير، موسيقى، يعني العربي بتاعها متقطع بس مش متشقلب، واضح معاك. فيعني الى حد ما لو انت هتستخدم انجليزي قشطه، لو هتقرا الكلام العربي ده تمام. اما اللي هي الاورنج السبع استراب العاديه المفروض ان هي ارخص، بس لاحظنا ان العربي بتاعها زي ما انت شايف كده واضح وسليم. السجل، سجل الهاتف، معدل ضربات القلب، الدنيا واضحه تمام قوي. فخليني اقول لك ان الاثنين نفس الاوبشن الداخلي، يعني عندك فيها اتصال، فيها اتصال، ترجع كده بترجع كده، نفس السرعه ونفس الاداء. سجل الهاتف، سجل الهاتف تقدر تضيف ارقام من تليفونك على الساعه، ارقام متكلمه بشكل مستمر، نفس عدد الارقام هنا وهنا تقريبا. يعني ضربات القلب، ضربات القلب طبعا السنسورات دي مش حقيقيه وما ينصحش ان انت تعتمد عليها. بص بيجيب لك اي نتائج، الاثنين شكل النتائج اللي هي معدل ضربات القلب، وبيقيس في الهواء يعني. بعد كده اكسجين في الدم، هنا برضو اوبشن صحي نفس القصه. هنا ضربات القلب، وده الايجو هنا برضو موجوده نفس الكلام في القايمه، بس اختلاف ترتيب القايمه. نفس الرياضات، نفس الرياضات، جري برضو، ركوب الدراجات، ركوب الدراجات. طب تعالى نشغل الاوبشن الرياضي مع بعض ونشوف هل في اختلاف. نفس الكالوريز برضو. بص حتى نفس طريقه التصوير عن بعد، الاثنين تقدر تصور عن بعد، تستخدم الساعه نفسها ريموت لكاميرا الموبايل. بص فيها نفس الاوبشن. هتلاقي هنا اوبشن ضغط الدم في الساعه الاورنج دي مش موجود هنا في الساعه الاستراب معدن الام 27، يعني حاجه زياده. دي الاختلافات اللي بحاول اطلعها لك اهي. تقويم نفس التقويم بالظبط، آلة حاسبه، ده الفرق في الشكل. اشكال القوائم هنا في حوالي 5 اشكال، هنا في كام 6 اشكال، ده الفرق البسيط قوي. رساله هنا، رساله برضو بتجيب لك الاشعارات اللي على الموبايل. ستوب ووتش نفس الحاجه. رمز الاستجابه، الكيو ار كود بتاع الابلكيشن، هنا ابلكيشن مختلف شويه اهو، كيو ار كود بتاعه. تعالى نشوف السيتنج. حول الساعه، هنا حول الساعه اهي، ده الاستراب المعدن. مفيش يعني موديل تقريبا واحد، فيها لغات طبعا. هنا الانجليزي بتاعها يبقى سليم جدا، بص لو عملته انجلش. وارد بقى يجي تحديث يحل قصه اللغه في الساعه 7 استراب المعدن. رجعتي للامانه لازم اقول لك كل حاجه. تقدر تعمل ضبط للوقت يدوي هنا من غير ما تربطها بالموبايل، ودي حاجه حلوه قوي. هنا نفس القصه، تقدر تظبط برضو، يعني الاثنين شبه بعض. بص حتى هو فرق الفونت او شكل الخط، يعني تقدر تظبط التاريخ. اقدر اظبط نفس الفكره يدوي، ودي حاجه كويسه. وبما اننا بنتكلم عن ضبط الوقت يدوي في الاثنين، فالاثنين للاسف ما فيهمش من جوه الساعه ظبط ال 12 ساعه ولا 24 ساعه، هو نظام 24 ساعه. وللاسف الابلكيشن سواء للساعه دي او للساعه دي ما فيهوش ظبط ال 12 ساعه ولا 24 ساعه. الاثنين فيهم نفس الميزه الجامده قوي اللي هي الدايناميك ايلاند او الجزيره الذكيه اهي، بتفعلها. الاوبشن اللي فوق ده ان انت لما تحط ايدك على الشاشه كده تقفل معاك، دي موجوده في ساعات غاليه، وللاسف مش موجود الاوبشن ده هنا.
انت بتقفل الشاشه عادي من الزرار اللي في الجنب ده. مصباح بجانب السرير، لما تيجي تشحن الساعه مثلا على باور بانك كده يجيب لك التاريخ والوقت، مش بيجيب لك علامه الشحن بس يعني. لغايه وقت تصوير الفيديو انا عمال اعمل ترقيه بيقول لي انت اخر اصدار ولسه مشكله العربي.